اسمع من سيد جواد. هل تعتقد هذا الصراع سيولد حكومة أغلبية؟ أنا ابتداء أعول على كلام الأستاذ، أشار إلى الجماهير بأوصفهم باليتم في حركتهم التظاهرية اللي عامة. احنا نقرأها بشكل آخر. الجماهير حقيقة هي المصدر وهي الأب، وليس لا تشعر باليتم. ربما السياسي حينما تنفك على ثقته بالجماهير هو الذي يشعر باليتم. الجمهور هم الأصل وهم المصدر الشرعي الذي مد السياسي ومد الحكومة بالشرعية، ولكنه فاقد لخدماته. يعني هاي القضية يجب أن ننظر بنظرة مهنية ونستقرأ حركة الجماهير ماذا كانت. نحن نؤيد الحركة الجماهيرية، نؤيد الانتفاضات، نؤيد كل شيء لأن الحقوق تؤخذ ولا تعطى، ولا تترك الحكومة بدون مراقبة جماهيرية التي تعلو على الرقابة البرلمانية. ولكن حركة الجماهير العراقية كانت حركة واعية تستهدف استفزاز الحكومة وحشد جهودها لتقديم الخدمات، ولا تستهدف نظاما سياسي، ولا تستهدف وزير، ولا تستهدف شخص. هذا جانب. الجانب الآخر تعليقا على كلام جنابك بأنه فشلت الحكومة، أنا لا أعتقد الحكومة فشلت. الحكومة تؤدي أداء مهنيا جيد، والحكومة استمدت شرعيتها من مجلس النواب، وأيضا تحت رقابة مجلس النواب وتحت رقابة الشعب باعتباره هو مصدر لهذه السلطات التشريعية والتنفيذية. فإذا علينا أن نحاول أن نمد يد العون لهذه الحكومة، نتعامل معها تعامل إيجابي، نقومها. ما شفنا شيء منها الآن، فقط أشهر قليلة على تشكيل الحكومة بعد مخاض طويل وعسير سببه هو الاختلافات السياسية والمغانمة والمحاصصة والرغبات، مسألة الاستئثار ومسألة الامتياز، وليس مسألة تأسيس الدولة المدنية والدولة المبنية على المهنة التي تفرق بين الإدارة والقيادة. حقيقة نحن نسعى إلى تأسيس منهج إداري بوصفه يعتمد على النظم والمناهج العلمية والأكاديمية التي تعنى بإدارة مؤسسات الدولة، بغية تقديمها إلى قائد. هذا القائد يقود الجماهير، أنه كفرق بين الإدارة وبين القيادة. ولكن نجد الآن التركيز والرغبة في التصدي والشخصنة أكثر ما الذهاب إلى مؤسسة هذه الدولة. فإذا يعني بهذا الإطار احنا يجب أن نتعاون تعاون إيجابي مع الحكومة، ننتظر منها ما تقدم. هي ألزمت نفسها بفترة من الزمن، فترة معيارية تقييم الأداء، ولا نسرع. يعني حتى مثل ما قال الأستاذ محمد، إذا حلينا هذه الحكومة وشكلنا حكومات أخرى، ما تقدر تسوي بهذه الفترة الزمنية الموجزة. سيد المهنا